ايه اللي بيحصل في غزة؟ ببساطة كده في سنة 70 ميلادية، يعني من حوالي 2000 سنة، اتحرقت إسرائيل، وده في عصر الإمبراطورية الرومانية، واتشتتوا اليهود وهاجروا على كل دول العالم. وعلى فكرة لحد وقت قريب كان في منهم عايشين في مصر. المهم بعد الحرب العالمية الأولى والتانية، وعشان الاضطهاد والحرق اللي حصل لليهود على ايد هتلر، العالم اتعاطف معاهم واصدرت الحكومه البريطانيه وعد بلفور، وهو ان يكون ليهم دوله يتجمعوا فيها، ووافقت عليه جمعيه الامم المتحده، واختاروا انهم ياخدوا جزء من ارض فلسطين اللي كانت محتله من بريطانيا في الوقت ده. واتقسمت الارض 45% لليهود و55% لفلسطين. واشمعنى بقى فلسطين؟ لأن اليهود معتقدين إن دي أرض الميعاد، وإن من موقعها المميز يقدروا يسيطروا على العالم، وبدأوا يجمعوا أغلب اليهود من كل العالم ويبقى ليهم دولة. فلسطين أرض ليها تاريخ كبير، لأنها أرض الديانات والسياسة والتجارة، وعشان كده اتسيطر عليها في كل العصور من القدماء المصريين والأشوريين والفرس والإغريق والرومان والخلافة العربية والصليبيين والأيوبيين والمماليك والعثمانيين والبريطانيين، واخيرا اسرائيل. يعني فلسطين من تاريخها واهميتها وهي مطمع للمستعمرين. المهم اسرائيل الحالية اتأسست في جزء من اراضي فلسطين سنة 1948. فلسطين كانت قبل الاستعمار مساحتها 27,000 كيلو، ودلوقتي اسرائيل زحفت واستولت على 22,000 كيلو، يعني 80% من المساحة كلها، والفلسطينيين عايشين في 20% بس من المساحة. ببساطة يعني مساحة الدولتين قد محافظة أسيوط في مصر. يعني لو حابب تعرف مصر بالنسبة لهم قد إيه، مساحتها 1,000,000 كيلو متر، وسكانها 110 مليون. عدد سكان إسرائيل 9.5 مليون تقريبا. عدد سكان الفلسطينيين اللي عايشين في فلسطين 5.5 مليون تقريبا، والباقيين اللي مهاجرين تقريبا 7 مليون. المشكلة بقى واللي بيحصل دلوقتي ان اسرائيل ما اكتفوش ان يبقى ليهم دولة وخلاص، لا دايما عاملين مشاكل وعندهم طمع، مرة ياخدوا حتة من هنا، ومرة حتة من هنا، ومرة ياخدوا سينا من هنا. لكن مصر قدرت عليهم ورجعت سينا تاني في 73 وعملت معاهدة السلام. وغالبا سينا هي العقدة والمحور اللي بتدور حواليه الأحداث دلوقتي، وده مخطط قديم قوي وفشل كتير ولسه بيحاولوا. والمخطط هو انهم يهجروا الفلسطينيين لسينا ويستولوا على فلسطين كلها، وطبعا ده مستحيل تقبل بيه مصر، لأنها دفع في سينا دم الشهداء اللي راحوا في 73. بشكر بلدي مصر على موقفها، وإنها بتحاول تساعد على قد ما تقدر وبحكمة وبدون تهور. اليهود على كل اللي بيعملوه مقتنعين إنهم شعب الله المختار، وبيحاولوا ينفذوا خطتهم مهما كان الثمن، وعدوا كل الحدود والأصول والقوانين. يعني من سنة 48 لحد دلوقتي مجازر واعتداءات على مدنيين عزل وآلاف القتلى والجرحى. اللي عايز أقوله إن المشكلة مش في الأديان ولا في الأوطان، المشكلة في التفسير وتوجيه المشاعر لأهداف وميول شخصية وضد الإنسانية. يعني لو دينك أو وطنك سمح لك تقتل أطفال وسيدات وشيوخ ومرضى في المستشفيات، فالمفروض إنسانيتك ترفض ده لو كنت بني آدم وعندك إنسانية. لكن طبعا اللي بيحصل في غزة دلوقتي ضد الإنسانية وعدى كل الحدود. والغريب والعجيب موقف العالم وهو واقف يتفرج. فين رؤساء الدول؟ فين رجال الدين اللي بتدعي للسلام؟ فين الحكماء والفلاسفة والدبلوماسيين؟ فين حقوق الإنسان؟ ولا اللي في غزة ده مش إنسان؟ في الآخر كله كلام وشعارات كدابة، لكن الحقيقي والأكيد إن ربنا موجود. وأخيرا كل الدعم لإخواتنا في غزة، ربنا معاهم ويصبرهم ويدي رحمة وسلام. شكرا.